السلام عليكم. هذه اللي في الصورة سميتها أميمة نيلسون، مصرية عايشة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي صاحبة أكبر قضية في التاريخ المعاصر بأمريكا، ودارت عليها بزاف الأبحاث على أكل لحوم البشر. أميمة تولدت سنة 1968 في مصر في دار جد عادية، وكبرات فحالها فحال أي بنت كتبغي تلبس وتماكي وعندها شغف كبير بالموضة والماكياج فحال أغلبية البنات اللي في سنها. وكان ديما عندها طموح وحلم هو أنها تولي عارضة أزياء. وملي وصلت 18 سنة قررت تهاجر للولايات المتحدة الأمريكية، وهاد الهضرة هادي كانت سنة 1986. وفعلا أميمة قدرت تهاجر للولايات المتحدة الأمريكية، وبدا حلمها بأنها تولي عارضة أزياء كيتحقق. البدايات ديال أميمة أثناء هجرتها للولايات المتحدة الأمريكية ما كانتش في أحسن الأحوال كيف ما كانت متخيلة، بحيث كان خصها باش تصرف على راسها، وكان واجب عليها تخدم في بزاف ديال الخدامي من غير خدمتها كعارضة أزياء، على ود طبعا باش تقدر تلبي احتياجاتها وتغطي مصاريفها. وكان من أهم المهن اللي خدمات فيهم أميمة أنها خدمات كمربية أطفال، وبقات على هذا الحال هذا حتى لسنة 1991. وفي هذه السنة هذه كانت أميمة كملت 23 سنة، وبدأ اسمها كيتعرف كعارضة أزياء لكن في نطاق محدود بزاف بين الناس، لحد ما تعرفت على واحد السيد سميتو ويليام نيلسون. ويليام كان طيار سابق، وكان شخص غني بزاف وعنده ثروة كبيرة. وبالرغم من الفارق العمري الكبير اللي بين أميمة وويليام، بحيث أميمة كان عندها 23 سنة وويليام 56 سنة، ويليام عرض عليها الزواج. وهنا أميمة فكرت على أن هذه يمكن تكون بالنسبة لها الخطوة الأولى باش تحقق حلمها الحقيقي عن طريق الزواج بويليام. وفعلا تم الزواج، وولا اسم أميمة هو أميمة نيلسون نسبة لزوجها ويليام نيلسون. وحتى من فترة التعارف ما كانش كبيرة ما بين أميمة وويليام قبل الزواج، وبالرغم من أن أميمة عرفات قبل الزواج أن ويليام كان سبق ليه وتشد في قضية متعلقة بالمخدرات قبل تزوج به، على اعتبار أن هذه جريمة قديمة وويليام دارها في سن صغير، يعني كان طايش. فأكيد مع مرور الوقت السلوك ديالو تبدل. وفي أكتوبر سنة 1991 تحديدا أميمة وويليام تزوجوا. هاد الزواج هذا اللي استمر شهر واحد، ومن هنا غادي تبدأ قضية أميمة مع أخطر قضية في التاريخ المعاصر. نهار عيد الشكر، وبالضبط في شهر نوفمبر 1991 أميمة وويليام كانوا دايرين احتفال بمناسبة عيد الشكر. وقعات بيناتهم ضربة كبيرة، بحيث كان معروف على ويليام أنه كيعامل أميمة بطريقة عنيفة، وكان شخص قوي بزاف حتى في شكل العلاقة اللي بيناتهم، لحد ما قررت أميمة أنها تقتل ويليام. لكن الطريقة والأسلوب اللي قتلت بهم أميمة ويليام هي اللي خلقت هاد الضجة كاملة. أولا أميمة قررت أنها تقتل ويليام بالمصلوح، هزاته وضربات به ويليام على راسه حتى مات. هنا جلسات كتفكر كيفاش تزيد تنتقم منه، وأول حاجة دارتها أنها قطعت ليه راسه، يعني فصلات الرأس ديالو على الجسد ديالو، ودخلت الرأس الفران وشعلاته وشواته. وتاني حاجة أنها قطعت ليه يديه ودارتهم في طنجرة فيها ماء مغلي، وكان الهدف إخفاء البصمات عن الجثة بحيث ما تعرفش الجثة ديال من. ثالث حاجة دارتها أنها قطعت ليه ضلوعه وشواتهم وكالتهم مع صلصة الباربيكيو، يعني قطعت الراجل وفعليا كالته، بحيث من طقوس عيد الشكر أنهم يطيبوه فروج رومي كبير. لهذا أميمة خدات أجزاء من الجثة ودارتهم داخل الفروج الرومي بهدف إخفاء بقايا الجثة. وبحكم أن ويليام كان ذات بنية جسمية ضخمة، بدات كتفكر كيفاش تخلص منها،
فبدات كتقطع في الجثه وقطعات البقايا لاجزاء صغيره بزاف وفرقاتهم في ميكات كحلين باش تقدر تخلص منها، وحتى شي واحد ما يرد ليها البال. لهذا اتصلت بواحد صاحبتها تما وطلبت منها تعاونها باش تخلص من هاد الميكات، وعرضات عليها مبلغ 75 ألف دولار. هنا البنت من بعد ما عرفت اش وقع خافت وبلغات البوليس، لكنها ما كانتش عارفه الجثه ديال من بالضبط. البوليس من بعد ما عرف بالزربه شدو أميمة، والمفاجأة الكبيرة هي اللي لقاو عندها في الدار، بحيث البوليس ملي وصلوا للدار عند أميمة لقاو فعلا بقايا الجثة مقطعة ومفرقة في أكثر من بلاصة، جزء في الثلاجة وجزء في الفران ديال الغاز وجزء منها في مجموعة مختلفة في الدار. حتى لهنا حتى شي واحد ما كان عارف فعليا الجثة ديال من، لحد ما صحاب ويليام بلغوا البوليس ان ويليام مختفي اكثر من 5 ايام هادي، وحتى شي واحد ما عارف عليه شي حاجه. هنا البوليس تاكدوا ان هاد الجثه هي فعلا جثه راجلها ويليام، ومنها بداو التحقيقات مع أميمة وبداو المفاجآت كيبانوا، بحيث ان القضيه ديال أميمة كانت هي القضيه الاساسيه في كل وسائل الاعلام الامريكيه، لانها فعلا قضيه اللي غريبه بزاف. أميمة في بداية التحقيقات قالت أنها كانت في مرحلة الدفاع عن النفس، وبأنها كانت كتعرض لواحد العنف اللي شديد بزاف من طرف ويليام في كل مرة كيحاول يدير معاها علاقة، بحيث أميمة رفضات هاد الشكل والنوع من أنواع العنف اللي حسسها بالذل والإهانة، فاضطرت أنها تصرف بهذا الشكل هذا. اعترافات أميمة كتقول أنها كانت أجزاء كثيرة من جسم ويليام وما كانتهاش بشكل عادي، بحيث شواتها وكانت كتستعد قبل من بداية الشواء بأنها حتى كتبدل حوايجها وكتلبس شي أونصومبل جديد ودير الميكاب وتقاد راسها مزيان، وبعد ما تسالي الشوا كتحضر صلصة الباربيكيو باش تاكل بيها كاع اللحم اللي شواتو اللي هو في الأصل من جسم ويليام. القاضي في المحكمة ملي سولها على هذا الكم الرهيب من الانتقام قالت ليه أنها ما كانتش قادرة تسيطر على راسها، وأن كاع هادشي اللي دارت كأنها كانت كتنفذ أوامر داخلية كتأمرها تنفذ كاع داكشي اللي دارت بالضبط. من بعد التحقيقات الشرطة اكتشفت أن ويليام حتى هو كانت عنده مجموعة من الأمراض النفسية، وكانت مرفوعة عليه أكثر من قضية عنف سبق ورفعاتها عليه سيدات مختلفة، وكلهم كانوا كيعانيوا من نفس الطريقة اللي عانت منها أميمة، ولكن حتى وحدة فيهم ما وصلت لمرحلة الانتقام اللي وصلت لها أميمة. وأيضا تحقيقات تبتات أن أميمة كانت كتغوي الرجال الكبار في السن باش تاخد منهم الفلوس وتقدر تصرف على راسها. المهم أميمة تحكم عليها بالسجن مدى الحياة، وحاولت أنها تطلب العفو أكثر من مرة، لكن طلبها كان كيترفض في كل مرة، بحيث تقدمت بطلب العفو سنة 2006 وسنة 2011، وكان السبب الرئيسي للمحكمة في رفضها طلبها للعفو هو أن أميمة شخص اللي صعب التنبؤ بتصرفاته، وأنها شخص مريض نفسيا ما يمكنش نطلقوه باش يتعامل مع الناس بشكل عادي. حالة أميمة تعملت عليها بزاف الدراسات في علوم النفس وعلوم الإجرام، لأنه في قضيتها كيبقى سؤال كيتردد بزاف، واللي هو واش يمكن انتقام الشخص يوصلوا لهاد المرحلة هادي؟ والشيء اللي أكثر غرابة في قضية أميمة نيلسون ناس بزاف كيقولوا أن اللي دار هاد الشيء ماشي أميمة، ولكن قوة داخلية عند أميمة هي اللي كتحركها ومسيطرة على تفكيرها. أميمة نيلسون دار عليها فيلم وثائقي من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث كانت حتى الوقت قريب بزاف من أهم القضايا اللي شغلات الشارع والرأي العام الأمريكي.